لو بتمري بالاعراض دي فانت غالبا في ازمه منتصف العمر. الدراسات اللي اتعملت على ازمه منتصف العمر حددت ليها شويه اعراض عشان لو بتمري بيهم او بجزء كبير منهم تعرفي انك في الازمه دي. ومن العلامات دي ان في حاله من عدم الرضا في كل حاجه حواليك، سواء في علاقاتك، في شغلك، عدم التصالح مع سنك، وعلى كل علامات تقدم العمر اللي ظهرت عليك، زي الشعر الابيض والخطوط حوالين العين. وفي اخصائيه روسيه في علم النفس قالت ان الاكتئاب وعدم الرضا عن المظهر والشكل من اهم علامات ازمه منتصف العمر. كمان الست بتحس بالوحده مهما كان حواليها ناس كتير. كمان الاحساس بالانكار لكل حاجه حققتها او وصلت لها، ودايما تحس ان هي ما وصلتش للاهداف اللي هي كان نفسها فيها. كمان من الاعراض دي المزاج المتقلب طول اليوم، وعصبيه ونرفزه زايده، وعياط طول الوقت. وفي عالم نفسي تاني من روسيا قال ان الست في الفتره دي ممكن تاخد قرارات مصيريه وثوريه، زي انها تغير مكان شغلها او اقامتها او تغير شريك حياتها وتطلب الطلاق. كل الاخصائيين النفسيين اجتمعوا ان الست لما بتمر بالمرحله دي بيبقى غصب عنها ومش اختيار منها، وعدد قليل من الستات لما بيمروا بالازمه دي ما بيحسوش بيها او الاعراض ما بتبانش عليهم بوضوح. كملي معايا باقي فيديوهات ازمه منتصف العمر علشان تعرفي اسباب الازمه دي وازاي تتعاملي معاها.